عمر الحاج متواجد في أزمير، معروف عن أزمير بأنها معقل المعارضة، معقل حزب الشعب الجمهوري الذي يدعو إلى عودة اللاجئين، لا سيما اللاجئين السوريين، إلى سوريا. كيف يقارب الحزب عمر الحاج هذا الملف وأيضا الأحزاب الأخرى؟ كيف تنظر إليه؟ نعم جلال، كما هي كل الملفات وكل المشاكل هناك تناقض كبير بين رؤية والمقاربة التي يقدمها كل جانب على حساب مقاربة الجانب الآخر. في هذا الموضوع بالتحديد كان الرئيس أردوغان قد سئل قبل يوم واحد عند اجتماعه مع الشباب عن موضوع اللاجئين، وحتى كان السؤال بلهجة الامتعاض ربما أو حتى الانزعاج من الفترة الطويلة التي قضاها اللاجئون هنا، خاصة اللاجئون السوريون. كانت إجابة الرئيس أردوغان هي المقاربة التي تبعها حزب العدالة والتنمية، والذي قال ببساطة أن الحرب هناك لم تنتهي وأن هناك خطرا على حياة هؤلاء، ولكنه أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تطبيق عودة طوعية لهؤلاء اللاجئين، وأنها تحاول أن تهيئ لهم الظروف وأسباب البقاء. وأشار إلى المشروعات التي قامت بها الحكومة، وأيضا بالتعاون مع المنظمات الدولية لإنشاء مدن صغيرة والاستعاضة عن الخيم عنها في تلك المناطق. ولكن المقاربة الأخرى التي تقدمها أحزاب المعارضة، وإن كانت متباينة في طريقة الطرح التي توصف في بعض الأحيان بأنها طريقة أقرب للعنصرية ولنشر خطاب الكراهية، على الأقل حزب الشعب الجمهوري هو الآخر يعد بترحيل هؤلاء اللاجئين خلال عامين فقط، وأنه تقول وعوده الانتخابية أن حزب العدالة والتنمية فشل من وجهة نظره في هذا الملف، وأنه فتح الباب على مصراعيه وترك الحبل على الغارب لكل من أراد أن يأخذ من تركيا مكانا للجوء.